يلا ترشيح للاعب رقم 6 جديد يكون بديل لأليو ديانج، والنهارده هكلمك على لاعب فري انت هتدفع له مرتبه بس، وكمان دولي وشارك في كاس العالم اللي فاتت دي اللي كانت في امريكا. اللاعب ده هو الغاني كواسي سيبو، اللي عقده لسه خلصان مع نادي ريال اوفيدو الاسباني ولعب معاهم موسمين. راجل عنده 28 سنه، طوله 183 سم، دولي مع منتخب غانا، لعب معاهم 12 ماتش بين تصفيات وماتشات في كاس العالم، والاربع ماتشات بتوع غانا في امريكا 2026 لعبهم كلهم. الموسم المنتهي مع نادي ريال اوفيدو الاسباني لعب فيه 26 ماتش بمعدل دقايق 1806 دقيقة، يعني بتتكلم في حوالي 20 ماتش كاملين، منهم 3 ماتشات من العيار التقيل، ماتشين برشلونة رايح جاي وماتش ريال مدريد. وبشكل عام كده عشان ما اضحكش عليك، هو مش لاعب يجي لك 3 4 سنين، لا يا معلم، ده ممكن يكون سنتين يفك لك الازمه بتاعه رقم 6 اللي هتبقى فيها السنه دي. وعشان ما اضحكش عليك يعني انا مش عايز اديك احصائياته في الدوري الاسباني مع ريال اوفيدو، لان ارقامه ما كانتش عظيمه، والنادي نفسه اصلا في الهبوط، بيصارع الهبوط طول السنه. فانا هكلمك على الموسم اللي قبليه مع ريال اوفيدو اللي كان في الدوري درجه الثانيه. في السنه دي هو لعب تقريبا في حدود 40 ماتش مع ريال اوفيدو بمعدل دقائق 2700 دقيقه، يعني بتتكلم تقريبا في 30 ماتش كاملين، عمل فيهم 127 تدخل دفاعي بمعدل نجاح 83%، رقم مميز جدا، وعمل تقريبا 44 تاكلينج بنسبه نجاح 77%، يعني برضه راسي في تدخلاته مش غشيم. وعلى مدار ال 30 ماتش الراجل استعاد الكوره تقريبا 110 مره، يعني بتتكلم في 4 مرات في المباراه الواحده. كمان على مستوى الطلوع بالكوره الراجل عامل 43 محاوله بنسبه نجاح 60%، ومن اصل 1230 لمسه ليه للكوره فقدها 15 مره بس. وزي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقه، دي بتبقى ميزه وعيب، ما هو ممكن يكون بيبص اللي جنبه بس، عشان كده ما بيفقدش كوره كتير. بس بصراحه اللي لاعب رقم 6 ما بطلبش منه يكون سرعات الباصات بتاعته عظيمه يعني. وعلى مستوى صناعه اللعب معدل الباصات الناجحه للراجل ده 86%، الرقم ده اعلى من الترشيح اللي فات بتاع الجزائري حسام. اما على مستوى الكرات العاليه فالراجل عمل 48 محاوله بنسبه نجاح 70%، وبرده الرقم ده اعلى من ارقام حسام اللي رشحناه في الفيديو اللي فات. اما بقى على المستوى الايجابي على المرمى بقى التصويب والكلام ده كله، فالحقيقه الارقام متواضعه جدا سواء في الدوري الاسباني في السنه، يعني السنه اللي خلصت دي او السنه اللي قبلها. وبصراحه كده انا مش طالب من لعيب رقم 6 يكون عظيم على الجون، يعني مروان وديانج ما كانش بيشوط على الجون كل 3 دقايق يعني. فاجمالا هي صفقه بتبقى على قد المرحله، راجل يجي لك سنتين، راجل مميز جدا في التدخلات، مش غشيم، بيقرا اللعب كويس جدا، منضبط جدا تكتيكيا، يعني التعليمات اللي هياخدها من المدرب بينفذها بالحرف، ما عندوش مجال للاختراع ولا الاستعراض. واشبه باليو ديانج لما كان لعب كان بيلعب 6، اللي هو يا عم اليو هات لي الكوره، هات لي الكوره يا عم اليو. وبالتالي هيسيب فرصه للعيب رقم 8 مثلا زي امام عاشور يبقى عنده حريه اكتر وما تدوش مهام دفاعيه خالص. قول لي لو عجبك الترشيح ده في الكومنتات، واستنى الفيديوهات الجايه هنتكلم على ترشيحات للعيبه كتير رقم 6.